بسنت سليمان الله يرحمها ويغفر لها من الدور ال13 اثناء اللايف محدش يطلع يقول ان هو هيخلي باله من بناتها، محدش يقول لبناتها او بنتها انك انت هتغير حياتها، محدش يطلع يقول هيعمل ميه في الشوارع باسمها او يبني مسجد باسمها او يعمل خير عشانها او يتصدق او يطبع مصاحف او احاديث. محدش يطلع يطمن اللي زيها ان ولادها بخير بعدها. اعملوا كل اللي انتوا عايزينه من غير اعلام، اعملوا كل حاجة من غير ما تقولوا، متشجعوش مئات الالاف من السيدات المطلقات اللي شايلين مسؤوليات ان هي تعمل زيها. ناس كتير دلوقتي قاعدين مستنيين، عندهم مشاكل، مفيش في تلاجتهم جبنة ولا بنتهم عندهم بامبرز ولا في جيبهم جنيه بسبب اختيار خاطئ وراجل خاطئ. ما بتكلمش على طليق بس، انا بتكلم على الستات اللي محطوطه في ازمات نفسيا. بسنت اتغفلت، بسنت عقلها ضحك عليها، وهقول لكم ازاي دلوقتي. بس اهم حاجه ما تطمنوش المكتئبات المرضى النفسيات ان حياه ولادها بعدها تبقى زي الفل. اعملوا اللي انتوا عايزينه، اعمل خير المره دي وما تنصحش حد وما تقولش لحد ومش عارف ايه، ما تعملش حاجه، اقفلوا الموضوع. بسنت دماغها غفلتها، بسنت فكرت في اللي ناقصها، ما فكرتش في اللي معاها. بسنت في منطقه راقيه، قاعده في برج، معاها تليفون حديث، بتشتغل شغلانه مش هي قدها. الوسط اللي كانت بسنت فيه مش قدها. بسنت شالت مسؤوليه فجاه. بسنت كانت متعلقه بحد من اهلها. انا بقالي 3 ساعات بذاكرها وما اعرفهاش، بس تقريبا عرفت كل تفكيرها وسيكولوجيتها ونفسيتها وكل حاجه. بسنت دخلت في وسط ناس ما ينفعش، هم لو سابوها من غير ما يضغطوها هتاخد الجو منهم وتظف اي راجل او مخرج او معلن او اي حاجه وعدها وخلى. البنت دي مؤدبه، البنت دي شريفه، البنت دي نظيفه. ليه بقول كده؟ حطوا نفسكم مكانها وقدامك 5 دقايق وحياتك هتقول ايه؟ هتدعي بالاسامي من الناس اللي زعلوك، هتجيب سيره الناس اللي بهدلوك، هتخرب بيوت، هتعمل كل حاجه. البنت دي في لحظه من اللحظات في اثناء اللايف قالت انا ما عنديش فلوس وما عنديش شقه، ما عنديش حب. قالت حب بالطريقه دي، هي ميته على حب، ميته وفي قلبها واحد، ميته وفي قصه حب حساسه جدا، رومانسيه جدا، وصاحباتها يطلعوا ياكدوا الكلام ده. البنت دي حساسه لدرجه ان هي مش عارفه تتلوث، هي في مكان مش شبهها، هي في الحته السي بتاعت البلوجر، في الحته اللي هي الناس اللي كانوا جايين معاها شكلهم ميك اب بس الناس دي مخربشين. دي بنت ناس واتحطت في وسط ناس مش هتعرف، زي قط البيت اللي متربي واترمى في الشارع، غير القط اللي فصلته المفروض تربى في البيت بس اتولد في الشارع. الله يرحمها ويغفر لها. واي حد حاطط المشاهد بتاعت اللايف وعارضها وحاطط اسمه والاكونت بتاعه عشان يجيب مشاهدات، اعملوا له بلوك. قناه فضائيه، بلوجر مشهور، مذيعه تاني، مذيعه كنت بحترمها، حاطه المشاهد بتاعتها في اخر لايف. اي حد يعمل بلوك. ما تشيروش اللحظات دي، اللحظات دي هي اللي هتبقى، اللحظات دي هتدخل ناس من تحت يقول لك اللي يهون عليه عمره ومصيرها. ما تخلوش الناس تفتح سكه. وقفوا الفيديو عندكم. الله يرحمها ويغفر لها ويجازي اي واحد خلى ست بتفكر تعمل زيها. واي حد او اي ست عندها مشكله، بالله عليك قبل ما تقرري روحي معهد الاورام، شوفي الاطفال، شوفي اللي كانت بتطبخ زي القمر والزيت، شوفي الناس دي. الله يرحمها، ادعوا لها بالرحمه. اقسم بالله العظيم نظيفه، انا متاكد انها نظيفه، شكلها نظيف، شكلها نظيف وكل واحد عارف نفسه كان سبب في زقها هيشيل ذنبها.